كان أول الناس اللي آمنت بسيدنا إبراهيم عليه السلام وبدعوته سيدنا لوط. ودي قصة سيدنا لوط زي ما جت في القرآن وحكايته مع أهل سدوم. بناء على طلبكم يلا بينا نحكي القصة ونتدبرها. سيدنا لوط عليه السلام يقال في التفاسير إن هو ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهاجر سيدنا لوط مع سيدنا إبراهيم بعد ما آمن بيه هو وزوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام السيدة سارة لأرض الشام. بعد كده سيدنا لوط ساب عمه سيدنا إبراهيم واتجه لقرية سدوم، وهناك ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه النبوة ورسالة لدعوة قرية سدوم وكل القرى اللي حولها لعبادة ربنا سبحانه وتعالى وحده. بس أهل سدوم ما كانوش كفار بس، كانوا أسوأ الناس، كانوا بيعملوا الفاحشة اللي محدش في الدنيا سبقهم ليها بتغيير واستبدال فطرة ربنا سبحانه وتعالى وإتيان الذكور كأزواج من دون النساء، وكانوا بيقطعوا الطريق ومفيش حد كان ممكن يسلم منهم حتى لو معدي صدفة من قدام بلدهم، لدرجة إن هم كانوا بيعملوا كده في الشوارع وفي ناديهم يعني مكان تجمعهم. سيدنا لوط عليه السلام قعد كتير يدعوهم للحق ويرجعهم للطريق السليم وللفطرة السليمة اللي ربنا خلقهم عليها، وأعلن ليهم كرهه الشديد لأعمالهم دي وحذرهم من عواقبها. فأهل سدوم يعملوا إيه؟ يستهزئوا بكلام سيدنا لوط ويرفضوا يسمعوه، لدرجة إن هم هددوه إن هم يطردوه من قريتهم لمجرد إنه إنسان طبيعي وطاهر. وقالوا كمان لسيدنا لوط هات عذاب ربنا بقى فعلا لو كنت نبي وصادق، فطلبوا العذاب الأليم بنفسهم واللي حذرهم منه سيدنا لوط. سيدنا لوط فعلا دعا ربنا إنه ينجيه وينصره على القوم المفسدين دول من غضبه وضيقه من تصرفاتهم وغير على دين ربنا سبحانه وتعالى وفطرته. وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوة سيدنا لوط عليه السلام وفعلا أرسل رسله، بعت ملائكة كرام سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل اللي قبل ما يعدوا على سيدنا لوط عدوا على سيدنا إبراهيم عليه السلام ضيف إبراهيم عشان يبشروه بالولد سيدنا إسحاق من السيدة سارة، وقالوا لسيدنا إبراهيم إن احنا جايين لقوم لوط المجرمين وجايين بعذابهم. فسيدنا إبراهيم قلق على سيدنا لوط وقال لهم إن فيها لوط، قالوا له إن احنا أعلم بمن فيها وهننجيه هو وأهله إلا مراته كانت من الهالكين. وخرجت الملائكة من عند سيدنا إبراهيم واتجهوا لقرية سدوم. يقال إن هم وصلوا على العصر كده ووصلوا في شكل رجالة شباب حلوين جدا، اختبار من ربنا سبحانه وتعالى لقوم لوط وابتلاء كبير. فلما وصلوا عند نهر سدوم لقوا بنت سيدنا لوط عليه السلام عند سور المدينة بتملي مية من النهر، فسألوها على بيت للضيافة ينزلوا فيه. فأول ما بنت سيدنا لوط شافتهم خافت وقلقت عليهم وقالت لهم زي ما انتوا ما تتحركوش من مكانكم هروح أنده على والدي وآجي. فأول ما عرف سيدنا لوط راح بسرعة يلحقهم قبل ما حد من أهل القرية يشوفهم ويطمع فيهم. فأول ما شافهم سيدنا لوط اتضايق وخاف عليهم وشال الهم أكتر وقال ده يوم عصيب. فسيدنا لوط حاول يسألهم على الطريق يمكن يدلهم عليه ويمشوا، لكن هم كانوا مصرين على الضيافة، فاضطر ان هو ياخدهم معاه ومشي طول الطريق يحاول يخليهم يغيروا رأيهم، لدرجة انه قال لهم لا أعلم على وجه الأرض أخبث من أهل هذا البلد. يقال في التفاسير ان هو كررها 4 مرات، بس الملائكة اكتفوا بالصمت وكملوا طريقهم معاه لحد ما دخلوا البلد بالليل من غير ما يشوفهم حد. بس أول ما وصلوا لبيت سيدنا لوط مين اللي شافهم؟ مراته. وأول ما شافتهم راحت جري تبلغ أهل القرية وتقول لهم إن لوط عنده رجالة ما شافتش في جمالهم قبل كده. فطلعوا جري على بيت سيدنا لوط وخبطوا عليه، وأول ما فتح لهم طلبوا منه إن هو يطلع لهم ضيوفه. انتوا متخيلين معايا الموقف اللي حطوا فيه سيدنا لوط؟ فسيدنا لوط عليه السلام قال لهم اتقوا الله ما تكسفونيش قدام ضيوفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فيش فيكم حد عاقل وفيه الخير؟ وحاول ينصحهم نصيحة أخيرة ويقول لهم دول بناتي بنات القرية. يقال في التفاسير إن النبي يعتبر زي الأب أو المسؤول عن القرية المبعوث فيها، علشان كده سيدنا لوط قال بناتي، المقصود بيها بنات القرية كلهم. قال لهم دول بناتي اتجوزوهم هن أطهر ليكم. فقالوا له لا احنا مش عايزين بناتك وانت عارف كويس قوي احنا عايزين ايه، فمكننا من ضيوفك. وسيدنا لوط قال لهم عيب انكم تكسفوني وتأذوا ضيوفي قدامي. ردوا عليه بوقاحة وقالوا له مش قلنا لك ما تمنعناش من اللي احنا بنعمله؟ فسيدنا لوط قفل الباب ورجع لضيوفه، لقى ضيوفه هاديين وساكتين مش باين عليهم اي قلق ولا خوف، ولقى الخبط على الباب بيزيد. انتوا متخيلين معايا موقف سيدنا لوط عامل ازاي؟ واقف في النص الخبط بيزيد على الباب، الضيوف قاعدين وهو مش عارف يعمل ايه. فتمنى ساعتها سيدنا لوط عليه السلام انه يكون عنده عزوة او قوة او عشيرة تحميه وتحمي ضيوفه، او يأوي ويستند يعني لركن جديد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول عن سيدنا لوط رحم الله لوط كان يأوي إلى ركن جديد، كان فعلا بيستند لربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى فعلا استجاب لسيدنا لوط عليه السلام، وفعلا إجابة دعائه وطلبه كان موجود عنده في البيت. فساعتها الملائكة قامت وقالت لسيدنا لوط عليه السلام ما تخافش احنا رسل ربك، وطمنوه وقالوا له محدش هيقدر يوصل لينا، بس خد أهلك بسرعة واطلع في آخر الليل ومحدش فيكم يبص وراه أبدا ولا يلتفت،
الا مراتك هيصيبها اللي هيصيب قومها. فقام سيدنا جبريل عليه السلام وخرج للناس من قوم لوط واشار اشاره بايده ويقال بجناحه، فتعمى الناس كلها اللي ورا الباب فتمصنع أعينهم، اتعموا. وفعلا سيدنا لوط أخد بناته وخرج في آخر الليل، ويقال إن مراته خرجت معاه برضه، بس أول ما بدأ العذاب وسمعت صوت قومها بيصرخوا اتضيرت وقالت يا قوماه، فأخدها العذاب على طول. وفي تفاسير تانية قالت إن هي ما خرجتش أصلا من الأول مع سيدنا لوط. ويقال في التفاسير برضه إن العذاب اتأخر للصبح علشان يكون في وقت كافي لسيدنا لوط وبناته إن هم يخرجوا ويبعدوا على قد ما يقدروا من القرية دي من هول العذاب اللي هيحصل. والصبح العذاب ابتدى، وسيدنا جبريل عليه السلام قلب المدن وقرى سدوم كلها، وانتكست المدن دي ونزلت لباطن الأرض. العذاب كامل موجود في قصة المؤتفكة قهوة، روح شوفها دلوقتي. وفضلت آثار القرى موجودة لحد يومنا هذا للعبرة والعظة. وعذابهم كان شديد علشان كان ذنبهم شديد، شايلين ذنب كل واحد بيعمل الفاحشة دي لحد يوم الدين. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. رابية جاية من الربا المضاعفة الشديدة. عذابهم كان شديد ومختلف عن أي عذاب سابقة كذبوا رسلهم، عشان كانوا بيعملوا حاجة محدش قبلهم جه بيها، فعشان كده كان عذابهم شديد ومختلف. لو أول مرة بقى تعرفوا قصة سيدنا لوط بالتفاصيل دي اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف القصة والحكاية ويستفيد.